السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهاليل قلب زوزو الصغيرين دلوقتي نزلنا مرحلة. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله بإذنك انت يا رب اول حصة في منهج الصف الثالث الثانوي الترم الثاني. الحصص كلها تنزل لكم فري على اليوتيوب، وهيكون معانا بعض الكتاكيت الأمامير اللي هيبقوا مشرفينا ان شاء الله بإذنك انت يا رب في التصوير. يونت 7 يونت مهم جدا جدا، يبني النولج بتاعتك، يقوي الفوكابيولاري بتاعتك، يدي لك حصيلة كلمات وحاجات كتيرة 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 ان شاء الله بإذن الله كويسة نتعلمها مع بعض ستيب باي ستيب ان شاء الله عشان تبقى from zero to hero. يلا بينا نبدأ ونشوف عندنا اليونت بيتكلم عن ايه. بيتكلم عن السبورتس. في كل يونت هنناقشه مع بعض، هنتكلم عن الكلمات شوية، الريدنج، ناخد شوية حاجات من ورقة الامتحان ازاي نحلها، وبعدين الجرامر ونحل عليه. يا رب يكون يونت خفيف وظريف ولطيف على قلوبكم. ولو في اي حاجة محتاجها بشكل شخصي تقدر تبعت لي مسج او تسيب لنا كومنت وان شاء الله هيردوا عليك على طول. وتقدر تبعت لي مسج برايفت على الواتساب 010 120 745 72. هنستضيف شوية طلبة جمال ان شاء الله بإذنك انت يا رب معانا هيجوا وهنبدأ حصتنا على طول. اوعى تنسى احنا مستنيين وقاعدين وجاهزين عشان نعمل ترم قوي جدا 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 جدا. يلا بينا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي والتجئ الى حولك وقوتك. بصوا احنا هنشتغل من كتاب المعاصر ان شاء الله باذنك انت يا رب. يعني هتبقى حصه لطيفه، يعني اهلا بيكم في استوديو هنا المتواضع. هتبقى حصه لطيفه خفيفه. يونت 7 بيتكلم عن السبورتس، ودي حاجه حلوه قوي. النهارده ان شاء الله باذنك انت يا رب هيبقى في مجال ان احنا نكتب عن السبورتس، نكتب عن الرياضه. الجرامر بتاع النهارده سهل جدا جدا جدا، مش مستاهل اصلا حصه كامله لوحدها. بس احنا الحصه بتاعتنا هتمشي ازاي؟ الحصه بتاعتنا هيبقى فيها حاجتين مهمين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هيبقى فيها اول حاجه الكلمات بتاعتنا. خلاص بعدها على طول عندنا الريدنج، والريدنج ده ان احنا نقرا الريدنج سوا ونشتغل عليه سوا. ده اهم حاجه في اليونت. قولوا لي ليه؟ لان احنا الكلمات بتاعتنا انت بتشوفي الكلمه لوحدها. يعني انا شفت كلمه سبورتس لوحدها، شفت كلمه سبورتسمانشيب لوحدها، شفت كلمه كذا لوحدها. انا عايزه الكلمه دي اتعود ان انا اشوفها جوه جمله وتكون جمله صحيحه تماما. تمام؟ فين بقى اللي بيسبورت لينا الكلام ده؟ الريدنج والليسننج بتاع اليونت نفسه. كل يونت الكلمات احنا بنجيب الكلمات والبريبوزيشنز وحروف الجر واللي هي الكولوكيشنز، كلمه مع كلمه كذا مع كذا، بنجيبها منين؟ من الريدنج والليسننج بتاع اليونت. خلاص؟ فهو ده المنهج بتاعنا. فاحنا مطلوب مننا ايه؟ ان احنا بعد ما نقرا الكلمات او نحفظ الكلمات، قبل ما نحفظ الكلمات نقرا الريدنج كويس قوي. وده ان شاء الله باذنك انت يا رب. انا النهارده هديكوا ليه بيسكس، هديكوا ليه حاجات بسيطه اساسيه كده، وبعدين هقعد عشان انا ببقى ده بقعد اعمله على التاب، هقعد اشرحه وهينزل لكم على الجروبس بتاعتكم، على الجروب بتاع الواتساب بتاعكم. خلاص؟ انا مش عايزه صحاب تاني، انا مش عايزه اعمل ثالثه اعدادي عدد اصلا ولا مجموعه ولا كده، لان انا I have no time، يعني ما عنديش وقت. بس هعمل ده عشان يبقى مناسب للتصوير، لازم يكون عددنا بسيط وقليل. طب لو عندي اي مشكله، وحضرتك بقى لو عندك اي مشكله هتقدر تبعت لي مسج على رقمي وتبعت لي المشكله بتاعتك، وانا ان شاء الله باذنك انت يا رب يا اما اعمل لك فيديو ليها احلها، يا اما اقول لك ازاي تتحل واعلمك واحده واحده، يا اما نتعلم مع بعض هنا سوا. وده هيبقى ايه؟ حاجه حقيقيه، كاننا احنا قاعدين مع بعض وهم كمان كانهم قاعدين معانا. تمام؟ بعد الكلمات وبعد الريدنج عندنا حاجه مهمه جدا 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 في الانجليش، وهي الجرامر. بس الجرامر اصلا بتاع يونت 7 سهل جدا، سهل جدا جدا جدا. طب الحاجات اللي احنا هنذاكرها السنه دي كويس بالذات في الجرامر والكلمات، لما نيجي نطلع السنه اللي جايه هنبقى متاسسين فيها كويس. انا عندي مشكله كبيره في اولى ثانوي، عندي مشكله كبيره جدا فيها. اولى ثانوي دلوقتي حاجه من الاثنين، يا اما طالب شاطر هو عارف هو بيعمل ايه فبيتصرف بناء على ده، يا اما طالب بيستعبط. يعني ايه بيستعبط؟
بيقعد يحط شماعه اسمها انا مش متاسس، انا مش شغال، انا ما عنديش حصيله كلمات، فده بيأثر اوريدي عليه. طب هو لو ابتدى يذاكر في ساعتها هيبدأ يقف على رجله تاني. فده اللي انا عايزاه منكم، احنا مش قاعدين مجرد حصه وخلاص او بناخد منهج وخلاص. انا عايزه كل حاجه انت بتقع فيها نفرمها مع بعض سوا، بحيث ان انت تبقى طالع السنه دي بغض النظر عن ورقه الامتحان عايزين نقفلها، عايزين برضو نطلع بايه؟ بنولج، نطلع بمعرفه، نطلع بحاجه اشتغلناها نشتغلها مع بعض ان شاء الله باذنك انت يا رب، عشان في ثانويه عامه تبقى فارقه معاكم جدا. خلاص نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا الاول بالكلمات. نبدا الاول بالكلمات. عندنا كلمه نايت، طبعا في طلبه منكم هتقولها كي نايت صح؟ اجي بقى نروح معلماك ان اي كي ان في الانجليش، اي كي ان في الانجليش الكي لا تنطق صح؟ اثبت لك، انت حافظ كلمه سكينه، سكينه يعني ايه؟ نايف صح؟ بس انت بتكتبها ازاي؟ في كي في الاول صح؟ كلمه يعرف يعني ايه؟ نو صح؟ فاولها ايه؟ اولها كي، بس الكي لا ايه؟ لا تنطق. يبقى اي كي ان، طبعا كل الانجليش ليه irregular يعني ليه حاجات شاذه، بس احنا هندرس الايه؟ الاساسي. الاساسي اي كي ان ايه؟ لا تنطق. نايت يعني فارس. يعني ايه نايت يعني فارس؟ عارف اللي هو بيركب على حصان وبيبقى بطل، ده اسمه نايت، فارس من بتوع زمان. خلاص؟ تشامبيون، طب ما تشامبيون يعني بطل برضو، دي بقى بطل رياضي بيكسب في مسابقة، بيكسب في حاجة، ده اسمه تشامبيون. حتى اسمها بطولة اسمها تشامبيون شيب. تشامبيون شيب. فيكتوري، فيكتوري يعني انتصار، فيكتوري. باتل، باتل يعني معركة. compete، تعالوا بقى نتعلم حاجة. أي 2 إي في النص في بينهم consonant، 2 إي في النص بينهم letter consonant. يعني إيه letter consonant؟ يعني حرف ساكن، اللي هي الحروف. إحنا عندنا الحروف عبارة عن كم نوع؟ 2، يا إما حروف vowels حروف متحركة، يا إما حروف ساكنة. تمام؟ إيه هي الفاولز؟ طب إحنا هندرس السنة اللي جاية إن شاء الله بإذنك أنت يا رب، أنتوا عندكم الفرق ما بين الحرفين دول بشكل كبير جدا. طب عندي إيه هي الحروف الفاولز؟ اللي هم ال A وال O وال U وال I وال E. ال A وال O وال U وال I وال E. ال A وال O وال U وال I وال E. أنا من أنصار التعليم بالغنى، إن إحنا نقعد نهزر ونعمل ونبقى حافظين قلاشات وحافظين حاجات كده، علشان إيه؟ إحنا بننجوي، إحنا مش قاعدين في درس فيزياء. يعني الفيزياء ليها كل الاحترام والتقدير، الكيمياء ليها كل الاحترام والتقدير. انتوا بتاخدوش لسه فيزياء ولا كيمياء؟ بتاخدوها ايه؟ علوم. عندكم علوم فيها فيزياء وكيمياء، ليها العلوم ليها كل الاحترام والتقدير. انما الانجليزي لا، عادي، دي لغه يعني اصلا بسكوتة المنهج. المفروض صح؟ اللي هو انت مشكلتك ايه في الانجليش؟ انا اشمعنى انا؟ اسمك ايه؟ كمان 5 دقايق هروح عدى نفس العد ده تاني، يعني هاخد لي اسم. انت حسن صح؟ حسن والله هو اللي ثبت. ومحمد. 5 دقايق ان شاء الله هرجع الرجعه دي تاني. اي حد يجاوب اروح سألاه السؤال، عشان انا هنا ذاكره الاسماء يا دوبك بتقدر تعديني من تصحيني من النوم بالعافيه. خلاص؟ طيب ايه هي بقى الحروف التانية اللي هي الحروف المتحركة، اللي هي باقي الحروف كله؟ خلاص؟ فيها مشكلة؟ يبقى أنا عندي هنا letter E وهنا حرف ساكن. خلاص؟ وبعدين letter E أنا بروح قايلة E، بروح نطقها E كاملة كده، زي compete عشان في تي اي. خلاص؟ فيها مشكلة؟ تمام. ولما نقابل حاجات تانية شبهها هعلمها لكم برضه. compete،
champion. admiration يعني إعجاب. admire يعني يعجب بيه. admire يعني يعجب بيه. admiration يعني إعجاب. ولما بضيف ال A-T-I-O-N أو ال T-I-O-N لبعض الأفعال بتبقى noun. وإحنا عندنا حاجة في الإنجليش اسمها، بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا حاجة في الأول كده اسمها prefix. في الأول دي اسمها إيه؟ prefix. إيه هي البريفكس؟ حروف بتتحط في أول الكلمة عشان تغير معداها. prefix في الأول، prefix في الأول، prefix. لا خالص. أجون قاعدين عاملين كده، ده لا، مش أنا، not me. احنا قاعدين ايه؟ prefix في الأول، prefix في الأول. لازم تعمل، لازم تشتغل معايا كده، تفك وتشتغل معايا. prefix في الأول، prefix. suffix في الآخر، suffix. بس كده زي الفل، هو ده الكلام. ايه بقى ده؟ تيجوا نذاكر لهم شوية حاجات عشان انتوا عندكم ان شاء الله في الامتحان بيسألكوا عليهم. البريفكس دي هي حروف بتتحط في أول الكلمة عشان تغير معناها. زي ايه؟ زي كلمة شهيرة قوي اسمها ري. حرفين دول. احنا عندنا كلمة write يعني يكتب، write يعني، فعندي rewrite معناها يعيد كتابة. يبقى ري دي لوحدها معناها ايه؟ يعيد. معناها يعيد. تمام زي الفل. طيب في reopen يعني يعيد فتح. build يعني ايه؟ يبني. rebuild يعني يعيد بناء، وهكذا. يبقى انت كده حضرتك ذاكرت كلمة، انت ذاكرت حاجة. هي الكلمات دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن family، عبارة عن derivatives كلها. يعني ايه؟ مشتقات. يعني انا ببقى حافظ كلمة هنا، كلمة اهي، خلاص، يروح جاي هنا حاطط لي قبلها حروف اسمها prefix، زود لها في الاخر حروف بقى اسمها suffix. صعبة؟ فيها اي مشاكل؟ لا. طب في miss وthis وان ونone، دول كلهم لما بيتحطوا للكلمة بيبقى معناها ايه؟ عكس. misunderstand يعني ايه؟ يفهم. طب misunderstand يسيء فهم او يفهم بشكل خاطئ. تمام؟ طيب عايزة اقول مثلا happy يعني سعيد، مش سعيد يعني unhappy. خلاص؟ يبقى prefix في الاول، prefix suffix في الاخر، suffix زي الفل. ايه بقى هي السفكس؟ حاجات كتيرة جدا. لو لقيت الكلمة اخرها TION يبقى دي noun، يبقى دي اسم. طب في اسم تاني؟ في MENT، دي برضو تخليها noun. زي كلمة هنا ايه؟ زي كلمة connection، زي كلمة development. connection يعني اتصال، connect يتصل، connection اتصال. طب في حاجات كتيرة، في competition صح كده؟ طيب develop يعني يطور، development. improve يحسن، improvement، وهكذا. فيها مشكلة؟ سهلة جدا. طب في حاجات تانية؟ في مثلا لو ضفت في الآخر ال ER بقى الاسم صاحب الفعل، ال ER صاحب الفعل، ال ER يعني teach يدرس، يعلم، teach يعلم، صح؟ teacher بال ER مدرس، صح كده؟ train يعني يدرب، train يعني يدرب، trainer مدرب. فيها مشاكل؟ يبقى ال ER صاحب الفعل، ال ER ال MENT noun، MENT TION برضو noun، TION برضو noun. صعبة؟ يبقى prefix في الأول، prefix suffix في الآخر، suffix. ده كده مثال بسيط وحاجات بسيطة إن شاء الله بإذن الله، مش عايزة أتقل في أول حصة. honor يعني شرف أو تكريم، victory انتصار، award وعندنا كلمتين، عندي كلمة اسمها award وكلمة اسمها reward. إيه الفرق بين الاتنين؟ تعالى نعرف.
بص حبيبي، عندنا كلمة award و reward. دي يعني يدي جايزة. يعطي جائزة. خلاص؟ دي برضو يعطي جائزة. ايه الفرق بين الاتنين؟ اقول لك بقى. award جايزة رسمية. يعني انا دلوقتي جبت الشوكليت واديتكم الشوكليت، هي دي جايزة رسمية؟ لا، دي اسمها جايزة ودية بيننا وبين بعض كده. خلاص؟ يبقى award رسمية، award رسمية، award رسمية، award رسمية. يعني جايزة الدولة بتديها لك، انا كسبت في مسابقة فباخد الجايزة دي، وهكذا. فيها مشكلة؟ award رسمية، award رسمية، award reward ودية، reward reward. يبقى دي جائزة رسمية ودي جائزة ودية. award رسمية، reward ودية، award رسمية، reward، award رسمية، reward، award رسمية، reward. صعبة؟ فيها أي مشاكل؟ تمام، نكمل. discuss throwing، رمي القرص. discuss throwing. wrestling، الW لا تنطق فبقت wrestling. مصارعة. archery، الرماية. archery رماية، عارفين اللي هي رماية الكورس دي، الكورس دي. جودو، ده الجودو، لعبة الجودو. حد عارفها؟ حد فيكم بيلعب رياضة؟ بتلعبي ايه؟ سباحة؟ حلوة قوي. كرة قدم وكونج فو. يعني عندنا هنا حاجات ليها علاقة بيك شوية. وانتي سباحة حلوة ما شاء الله. وانت كرة؟ انا كمان كنت وانا صغيرة بلعب كرة في الشارع. كلكم بجد؟ مش انا لوحدي؟ البنات كلها كنتوا بتلعبوا كرة في الشارع؟ لا، كنت بتتدربي. لا لا لا، عارفة المتشردين؟ عارفة سوكا؟ هي سوكا. هي شبهها بالظبط، كنت شبهها بالظبط. يلا. gladiator fights، يعني قتال المصارعين. gladiator fights. chariot racing، سباق العجلات الحربية، ده حاجة قديمة قوي بقى. fencing، مبارزة. عارفين مبارزة؟ اللي هو ده كده اسمه fencing. ايوه، لا هتلاقوا من ده كتير عادي جدا، احنا قاعدين مع بعض مش رايحين في حته. كريكت ده معرفهاش الرياضه دي بصراحه. بجد معرفهاش خالص خالص. هورس رايدنج، انا نفسي بقى، كان نفسي جدا موت ان انا ابقى اركب خيل، بس الحمد لله الحمد لله كان زمان رقبتي مكسوره، ما حصلش، هذا لم يحدث. مين يعرف يحل لي دول؟ دي اول كلمه. اولا لما باجي احل الكومبليت دي، لما باجي احلها انا بقرا الكلمات اللي فوق الاول بالراحه، عشان هي دي كلمات المنهج. خلاص؟ عشان تحت هيبقى في كلمات مش من المنهج، كلمات ما تسوحني، صح؟ فانا ما اروحش لو هتسوح واتمرجح، مرجحه نو، انا ما عنديش هنا حد بيتمرجح. طب انا بصرفها ازاي؟ بتروح جاي الكلمات اللي جوه الاقواس دي الاول، هي دي الكلمات اللي احنا حفظناها فوق، فبروح اشوفها هي الاول عايزه مني ايه. championships، يعني ده champions بس، champions. مش عارفين؟ نرجع لها عادي جدا عادي جدا. بطل، يبقى دي champions، يبقى ابطال. يبقى هنا انا عايزه كلمه ابطال. award، جايزه ايه؟ رسميه. award رسميه. reward وديه. reward وديه، يبقى دي جايزه رسميه. compete، ينافس حد.
احنا هنشتغل ان شاء الله باذنك انت يا رب من كتاب المعاصر، هنخلصه ان شاء الله باذنك انت يا رب هو كتاب المعاصر. فحضرتك تجيب كتاب المعاصر تشتغل معاه، حضراتكم تجيبوه، عايزين تطبعوه، انا جايباه PDF مش عارفه منين، من حاجه كده، ف اي حاجه اللي انتوا عايزينه يعني. بس انا للاسف انا مش هعمل كتب، انا ما عنديش وقت، مفيش وقت اعمل اي حاجه اقسم بالله. honor يعني ايه honor؟ تكريم او يكرم او شرف. حلو قوي. knight فارس. اوكي زي الفل. يلا مين يحل معايا؟ هتحل معايا حسن؟ تعال. مش هطلع، انا مش هطلع. انت عايزاني احل واطلع الاثنين؟ تروما. جدع ولا جدع، برافو عليك. ما تعرفش ان انت هتطلع؟ اتصدمت. استنى بس، احنا هنا بنعمل كل حاجه خلاص. بعد ما نخلص كده دول شويه كلمات مثلا حفظناهم مع بعض، هروح انا كاتباهم في ورق كده وهنلعب لعبه، اللي يطلع الكلمه صح يروح واخد فلوس. حلو ده صح؟ يلا بينا. many athletes. قول لي الكلمه اللي انت مش عارف تترجمها هنا. تعالى كده عشان اخواتك يشوفوا اللي بيتفرجوا علينا. انا هسألك سؤال، في كلمات مش عارف تترجمها، حصل ولا لا؟ انت اديت لنفسك الامان ان انت رحت للكلمات اللي جوه البوكس الاول، هي دي كلمات منهجك. حصل؟ تمام. هي دي الكلمات اللي انا هترجمها وابدا اشتغل عليها الاول، علشان تحت اكيد هلاقي حاجات مش عارفها. اتفقنا؟ اتفقنا. many athletes. انا هسألك سؤال، هي كلمة many، تعالى جنبي هنا، هي كلمة many بيجي بعدها اسم ايه؟ يبقى الكلمة دي كلها على بعض فاعل ولا مفعول؟ فاعل صح؟ يبقى هي بادئة الجملة. اي جملة في الانجليش بقى يا حسن تعالى معايا. بص يا سيدي، عشان اكتب جملة او عشان اشوف جملة او عشان يحصل اي حاجة في جملة، انا لازم الاقي اللي مكتوب قدامي ده اللي هو ايه؟ اللي هو هنا فاعل. البورد اتقمصت، بتروح قايله لي دلوقتي ان انا اقفلها وافتح تاني، افتح البتاع، فهي اول ما تقول انا هروح قافله. يلا ماما، يلا ماما عندنا ضيوف، عيب مش كده. لا ده كان في ذبابه واقفه. ما هو حاجه من الاثنين، يا اما زعلت اتقمصت يا اما ذبابه. مفيش حاجه بتعطلني عن التصوير غير هاتين الحالتين. خلاص دي جمله عربي واضحه صح ولا ايه؟ هاتين الحالتين. تمام. دي بتطبل لي وش كده. فعل يعني ايه؟ subject. فعل يعني ماشي زي الفل. وبعد الفعل ده بجيب ايه؟ فعل. بعد الفعل بجيب، يبقى تكوين جمله. فعل وفعل، تكوين جمله، تكوين جمله. يبقى بجيب subject وبعدها verb كده. خلاص. يبقى هو عايزك تكمل جمله، يبقى هو جاب لك، بص بقى ما تنجزي بقى، بقول لك عيب عندنا ضيوف. يبقى هو جاب لك السبجكت، يبقى عايز هنا ايه؟ الفعل. يبقى احنا اول حاجه، انت فهمت انا بعمل ايه؟ انا بطلع اموت من البوكس اللي فوق ده، بموت شويه حاجات اللي هي ايه؟ اللي هي المستبعده خالص. برافو عليك، اللي هي الاسماء مثلا، اللي مش عارف ايه الايه. يبقى انا عايز كلمه فيها فعل. طب انت عارف اثليتس يعني ايه؟ مش عايزك تعرف، مش عايز اعرف. ده انا رايح ادور على ايه؟ على فعل. رقم 1. رقم 2 هكمل الجمله بالراحه على الهادي خالص خالص خالص. بعدها اشوف الجمله، ما انا اكيد لازم هلاقي حاجه تعرفني. صح؟ جدع، برافو عليك. يبقى many athletes not to win medals in the Olympics. هم عايزين، يبقى بالراحه بقى، هم to win يعني ايه win؟ يفوز. يبقى في حد بحاجه عشان يفوز. صح؟ medals يعني ميداليه، بالميداليه في الايه؟ في الاولمبيكيات، اللي هي الاولمبيكيات، هي اسمها اولمبيكيات. الاولمبيكيات مش مهم اولمبيات، المهم ان احنا عارفينها هي ايه. صح؟ يبقى هنحط كلمه ايه هنا؟ كومبيت. جدع ولا جدع ولا جدع ولا. اقعد بقى. اول حاجه لما باجي احل الكومبليت، ما هو انا بقى عندي شويه اسئله في ورقه الامتحان،
واحنا شغالين حصه بالتانيه هتلاقي نفسك عمال تقرقط في الاسئله دي، تتعلم ازاي تحلها، لان انتوا بتحلوا كل حاجه ما شاء الله غلط، مش بتجيبوا غلط، التكنيك نفسه بتاع الحل غلط. انت الاول كنت بتقرا الكلمات دي الاول؟ كنت بتقرا الكلمات الاول؟ كنت بتقراها كويس؟ كنت بتقرا الكلمات اللي فوق الاول؟ كنت بتبدا بالجمل صح؟ كنت بتبداي بايه؟ بالكلمات الله، بالجمل، بالكلمات. طب حلو، يعني النص، يعني انا قاعد قدامي، لو قاعد قدامي 10 النص بيقرا الكلمات والنص بيقرا الجمل. طب الصح بقى ان انا اقرا الكلمات الاول، لان الكلمات هي اللي عندي في المنهج، انما الجمل في كلمات هتوديني تخليني اغلط، زي كلمه اثليتس. طب يعني ايه اثليتس يا ميس؟ لا، الرياضيين. اثليتكس هي الرياضه، انما اثليت ده اللي هو اللاعب الرياضي. خلاص، يبقى ناس كتيره من اللعيبه الرياضيين دول بيكمبيت to win medals in the Olympic، بيتنافسوا عشان يكسبوا ميداليه في الاولمبيكيات. خلاص، مين يحل 2؟ تحليها بس ما تطلعيش موافقه، انا ما بطلعش بنات اصلا بناتي ما بتتكشفش على حد غريب، وده هينزل على اليوتيوب، فيبقى ما ننزلش بناتي خط احمر، لا خطين حمر. يلا بينا. Egyptian players work hard to become world A. الإيجيبشن بلايرز، اللعيبة المصريين، بيورك هارد، بيشتغلوا بجد عشان become يعني يصبح، عشان يصبحوا ايه؟ ها؟ أبطال عالميين، برافو عليكي، champions. طب أنا هسأل سؤال، لو أنا حليت كلمة هي مكانها هنا كان صح، وبعدين نزلت لبقية السنتنس، بقية الجمل، لقيت إن في كلمة تانية، لا ده أنا اتلخبطت، يبقى أبدل عادي جدا. تمام؟ يلا 3. It's a نقط. هسأل سؤال. الفيرب بيجي قبله a أو an؟ يبقى هنا هيبقى فيه verb، هيبقى فيه ايه؟ noun. طب الناون جمع ولا مفرد؟ لا، هسأل سؤال تاني. الجمع بيجي قبله a أو an؟ لا الجمع لا، ده المفرد. صباح الفل حسونة حبيب قلبي، تمام فهم؟ يبقى الجمع ما بيجيش معاه ولا a ولا an، يبقى انا رايح اختار noun ولا verb؟ noun. اسم، عرفت منين؟ من a و an. انا بعرف كل حاجة، خلي بالك. هتلاقي المستوى، يعني خايفة جدا ان مستوى الشرح يكون advanced شوية او يكون اعلى شوية منكم، عشان انا اول مرة انا ما اديتش ثالثه اعدادي في حياتي ابدا، ولا فكرت ادي. بتبصي لي كده. مش قصدي ان انتوا، لا قصدي ان في فرق ما بين مرحله ومرحله عمريه، بيبقى في فرق كبير، في جاب كبيره. فانا متعوده على الشحوطه اللي عندي كل واحده هنا بتجيب سيره اخوها بقى. ما عدا ياسين، هو قد كده مش شحط، بس شحط برضه سنا. يلا، يبقى it's a نقط to بص بقى، حاضر، ايه دي؟ represent. يبقى في حاجة يتعمل لها ايه؟ عادة. ماشي. your country in international games. it's ايه؟ ان انا اعمل represent يعني مثلا يقدم او يعيد تقديم او فاهمين؟ your country in international games ده عبارة عن ايه؟ احنا خلصنا champion صح؟ خلصنا compete صح؟ هي دي جايزة رسمية لدولتك او لبلدك؟ لا، هي دي فارس لبلدك ولا دي تكريم او شرف؟ honor، شرف. She received نقط for her great achievements. خلي بالك كلمة achievements دي حلوة قوي، يعني
إنجازات. achievements إنجازات. achievements إنجازات. she received نقط، هي استلمت. احنا خلصنا ايه؟ honor. هي استلمت. receive يعني يستلم، يستلم. هي استلمت ايه؟ عشان انجازاتها. جائزة رسمية. برافو عليك يا حمادة، برافو عليك. يبقى استلمت award. هسألك سؤال تاني يا حمادة بره النهاردة خالص. award دي award هتاخد ايه ولا ان؟ هو بيقول لك او ان، هتاخد ايه؟ لا ان award. اقول لك على حاجه، شايف الفاولز اللي احنا كتبناهم على البورد هناك دول اللي هم الاي والاو واليو والاي والاي، لما بيكونوا سنجلر مفرد بتجيب لي قبلهم ان. ماشي؟ يعني مثلا عايزه اقول جيرل بنت، ها ولا ان؟ ها اللي فوق ولا اللي تحت؟ واد يا محمد ما تستغلش ان انا مش سامعه كويس. ها سمع في المايك كمان. ولا ان؟ طب مثلا احنا عارفين بقى ان ابل وان اورنج والحاجات العبيطه دي، صح؟ فعشان كده بنحط ان. تمام؟ فهنقول ان award يعني ايه؟ جائزه رسميه، صح كده؟ تمام. طيب fair play لعب نزيه، fair play culture ثقافه، the middle ages العصور الوسطى، peace السلام، Olympic Games الألعاب الأولمبية من غير الكاف، athlete بصي بقى رياضي، athlete رياضي، inspire يلهم، inspire. طب inspiration يعني ايه؟ إلهام، جدع. طب عرفتها منين؟ زودنا TION صح؟ يبقى بقت noun، فبقت دي يلهم، يبقى دي إلهام. خلي بالك أنا عايزاك وأنت بتذاكر الكلمات تذاكرها كده، مش بقعد اذاكرها بقى ايه، مش بقعد ادح احفظ وادح كده، بس ابقى فاهم يعني ايه derivatives، يعني ايه مشتقات، يعني ايه الكلمه ليها اخوات، يعني ايه prefix، يعني ايه suffix، وهكذا. خلاص؟ physical يعني بدني، عكسها mental عقلي. عشان احنا هنكتب دلوقتي عن السبورت وهشوف ليكوا كلكوا كتابه، لازم اشوف لك كتابه عن السبورت، لازم اشوف لك كتابه معايا زي ما هم هشوف لهم كتابات، اشوف لك انت كمان. انا بكره الاونلاين وبكره اليوتيوب، وبكره اليوتيوب اكتر من الاونلاين. انا اسف معلش، ما تتقمصش قوي كده، بس ليه؟ عشان ما فيش امتحان سداح مداح كده تقدر تدخل على الحصه تتفرج يونت 8 هينزل لك على الجاهز زي الباشا، وانت قعدت يونت 7 رقمته وما ذاكرتوش، قعدت تتفرج عليا زي الدحيح. فخلاص انا بكره اليوتيوب. اول ما يفعلوا لي نظام ان انا عشان الحصه اللي بعدها في اليوتيوب، عشان الحصه اللي بعدها تمتحن الاول بعدين تدخل عليها، اروح انا احب اليوتيوب برضه. معنى كده ان الاسبوع اللي جاي عندنا ايه؟ امتحان وحصه. لا الحقيقه ايه، اسمعوا بس انتوا افهموا، احنا كل حصه عندنا امتحان على اللي احنا حضرناه. احنا لسه بنقول امتحان يا رزاق يا كريم، هو ده كده، ما هو ده الاسلوب. انتوا ما بتمتحنوش في بقيه الدروس؟ ما بتمتحنوش ولا ايه؟ اوعى يحسونا. ماشي. generations يعني اجيال، generations يعني اجيال. value يعني يقيم او قيمه اخلاقيه، الاثنين verb و noun، خلي بالكم من كلمه value دي. opponent يعني منافس، بتساوي rival منافس برضو. opponent مش شايفه؟ لا مش شايفه. عليك درس الساعه 3 جت؟ لا طب استنى. لسه. ماشي يا حبيبي حاضر. ماشي. injured يعني مصاب، chance يعني فرصة، attack يعني يهاجم، weak point نقطة ضعف، weak point نقطة ضعف، decision قرار، focus يركز، وكلمة focus بيجي معاها حرف الجر on،
advantage ميزة. earn يكسب مال. earn يكسب مال. remind يعني يذكر. يعني ايه يذكر؟ يعني شفت صورة مثلا فكرتني بماما، يبقى الصورة دي this picture reminds me of my mother، يعني فكرتني بأمي، دي معناها يذكر. prove يثبت. honesty الأمانة. injury إصابة. تعالى بقى أنا عايزة هنا ندخل على الريدنج. طب يا ميس احنا بنذاكر السينونيم والأنتونيم ازاي؟ نقراها 3 4 5 مرات قراية. احنا هناخد في المرة يونت أصلا، يعني هنقرأ مع بعض الريدنج دلوقتي بتاع يونت 7 كله خلاص، وهنحاول نكتب مع بعض عن السبورت باراجراف صغير، وهناخد الجرامر. 3 حاجات أساسية إن شاء الله بإذنك أنت يا رب كل حصة نتعلمها طبعا مع بعض. كل مرة سؤال في ورقة الامتحان نقعد ايه ننقنق فيه ونعرف ازاي بنحله ببساطة وبالراحة. خلاص نكمل. يعني ancient very old عكسها modern. انا اقراها ولازم اكون حافظها كويس قوي الكلمة دي، وهنا اقراها مرتين 3 4. strength قوة معناها power عكسها weakness. ضعف عكسها weakness. fair نزيه او عادل بتساوي honest امين عكسها dishonest. هسأل سؤال، هي this دي ايه؟ prefix صح، برافو عليك. العكس بس هو حروف بتتحط في اول الجمله بتغير معناه. تمام. respect يعني احترام، او برضو تيجي بمعنى يحترم، يعني verb و noun. honor شرف او تكريم. طب disrespect عدم احترام. طب this دي ايه؟ برضو prefix برضو. فهمتوها؟ تمام. نكمل بنفس الطريقه. بصي focus معاها حرف الجر on بتساوي الكلمة دي مهمة قوي. concentrate. لما الاقي كلمة كبيرة يا محمد اقسمها عشان اعرف احفظها، فاروح اعمل concentrate. بيجي معاها حرف الجر on. خلاص تعالوا نقرأ مع بعض اول reading. يا عم لا، حد عايز يقرأ معايا؟ تقرأي؟ ماشي موافقة. يلا. برافو عليكي. The history of sport. أجيب لك مايك؟ استني ما أجيب لك المايك. أنا عيالي جامدين جدا. يلا هتقرأ معايا. قولي لي بقى اسمك ايه؟ ايمان. هحفظها خلاص طالما هتقرأ معايا يبقى هحفظها. خدي يا ايمان، امسكي ده في ايدك ولا امسكوه لها انتوا عشان خاطر ما تتوترش. ما تتوتريش. يلا. The history of sport. The history of sport. Sport has been part of human life for thousands of years. حلوة قوي، شطورة، برافو عليكي اقسم بالله. بس هقول لك على حاجة تعمليها بقى. لما تيجي تقرأي قسمي الحاجات اللي انت بتقريها. نقسمها سوا ازاي؟ يعني انت قعدتي تجهزي دقيقة قبل ما تقولي لي، تقسمي اللي انا هعلمه لك ده بقى. بصي تروحي قايله لي انا ما ينفعش هسألك سؤال وانا بكلمك بالعربي، ينفع اقول لك انا هعلمك حاجة بسيطة صغيرة لازم تعمل ينفع اعمل كده؟ هتحسي ان ايه ده بتتكلمي عادل صح؟ هي ليه مش بتتكلم عادل؟ فعشان بقى اتكلم عادل اعمل ايه؟ ما تقلقيش سيبيه، هاتيه او لا خليه معاها، تمسكه في ايديها، خليها ماسكاه في ايديها. بس عشان تتكلمي كويس تعملي ايه؟ تعملي حاجه بسيطه خالص. بصي تعملي ايه؟ تروحي قايله سبورتس عشان اعرف اخد نفسي. الرياضه has been part of human life. خدتي دي كلها على بعض، يعني الرياضه اصبحت جزء من حياه الانسان، اصبحت جزء من حياه الانسان. انا لما اجي اقول لك الرياضه
اصبحت جزء من حياه الانسان. انا كده بالعربي قلت لك كلام انت فاهمه ومقتنع بيه وماشي معايا في الريتم، ولا الاول اللي هو الرياضه اصبحت جزء من حياه الانسان؟ انهي احسن؟ اللي انا قلته التاني صح؟ يبقى هو نقسم الدنيا بالراحه كده. انا هخليكي تقري مثلا لحد هنا ماشي، بس عايزاكي تقسميهولي حلو. هتشتغلي انت كمان؟ يا حلوين يا حلوين، الله دول هياخدوا قلبي. ما بلاقيش الحاجات دي فوق بيطلعوا عين امي الله يرحمها، سابتني معاهم لوحدي. تصدقوا انا هحب شكلي هرجع بقى، اروح راجعه السلام عليكم، اولى اعدادي ثانيه اعدادي ثالثه اعدادي. يا سلام يا سلام على الصفاء الذهني، حسيت بأريحية وانا بقول الجمله بس. يلا. In ancient times people competed to show strength. بالراحه بقى. يبقى تعالي نجيب الجمله الاولى الاول. Sports أو sport has been part of human life for thousands of years. لآلاف السنين. انت كده اتفرجتي بعينيكي، احنا قرينا الكلمات صح؟ اتفرجتي بعينيكي على كلمة في جملة، فلما تيجي تكتب جملة هتبقى حاسس باللي انت بتكتبه اذا كان ده صح ولا غلط. نكمل. In ancient times يعني في الأوقات الايه؟ القديمة، في العصور القديمة. People competed to show strength. الناس competed تنافست to show strength عشان تظهر أو تعرض القوة. يبقى خدنا كولوكيشن على بعض دلوقتي اسمها show strength. يعني ايه show strength؟ يظهر القوة. طب show respect يظهر الايه؟ الاحترام. يبقى احنا عندنا في حاجات هناخدها من الريدنج واحنا بنحفظ سوا، فده هيقلل علينا مجهودنا واحنا بنحفظ الكلمات. يلا نكمل. For example على سبيل المثال، انت خلصتي؟ يلا خدي. اسمك ايه بقى؟ سما. ايمان وسما وحسن. ايمان وسما وحسن ومحمد. ايمان وسما وحسن ومحمد. كمال اللي كان هنا؟ لا جمال، لا صعب. كمال ولا جمال؟ انتوا اصلا نفسكم متلخبطين. ايه؟ ما تلخبطونيش. ايمان وسما وحسن. حفظت 3 النهارده، اللهم لك الحمد. يلا بينا. ومحمد صح، ومحمد. يلا. لا يوسف واميره مش حاسباهم لان دول اصلا ما ينفعش ما بقاش حافظاهم يعني، فلا. عينيها اتغرغرت اللي هو. طب وانا. قولي لي اول حرف ريم. برافو عليكي. برافو عليكي، مجهود عظيم. ريم. خلاص كده انا حفظت. باقي لي واحده ان شاء الله على اخر الحصه اكون حفظتها يا رب، اللهم امين. يلا انتي بقى. for example the Olympic Games. تعالي اعلمك حاجه بقى في النطق. شايفه ده دي؟ بصوا انا هقول لكم على حاجه. احنا قاعدين يعتبر قعده نقنقه، دي قعده مذاكره ونقنقه وعمالين ناخد شويه حاجات ومعلومات وبتاع، مش اللي هو درس بقى ورايحين ويا دوبك عايزين ناخد شويه الكلمات على شويه الجرامر ونحطهم في شوال وبعدين ناخد بعضنا ونمشي. لا مش عايزين كده، عايزين تبقى قاعده لطيفه يعني. عارفه كلمه ده دي ليها نطقين، يعني يا اما ذ بس اللي هي ذا بس، يا اما ذي عارفه بتتكسر كده زي compete. امتى بكسرها؟ لو بعدها حرف فاول، لو بعدها هنا A او O او U او I او E. The Olympic. جدع يا بنتي يا أميرو. The Olympic. ماشي؟ فهمتوها؟ فيها مشاكل؟ تمام. يلا نكمل. يبقى the Olympic Games الألعاب الأولمبية
began in Greece. جريس. ابتدت في جريس اللي هي اليونان. More than 2700. 2700. السنين بايظه خالص. 2700. 2700. عارفه والله، عارفه كل ده. هناخد حاجه مع بعض. years ago. 2700 years ago. أكمل. كملي. They included كان من ضمن الالعاب اللي ابتدت في اليونان دي او في جريس اللي ابتدت هناك دي، كان من ضمن الالعاب دي ايه؟ تعالوا نشوف بقى. الايه؟ running. الرانينج، الجري. wrestling يعني المصارعه. and discuss throwing اللي هو رمي الاطباق دي. these games were not هنقول بقى، اسمعيني، هنقول this games ولا these؟ ليه؟ عشان نكسر عشان اي واي وفي النص في حرف ساكن. جميل. these games were not only مش بس، not only يعني مش بس، not only كذا but also كذا، not only كذا but also كذا. هو مش بس كده، هو كمان كده. مش بس ده كمان ده، الاتنين مع بعض. not only for fun مش بس for fun but also to bring communities together. انه بيخلي المجتمعات. هسألكوا سؤال، collocation بقى مع بعض على بعض كده. bring together يعني ايه؟ بيخلي الحاجات مع بعض، صح؟ يعني bring together يبقى مع بعض، bring together يبقى مع بعض. لو طلعنا فوق، تعالوا والله هوريها لكم اهي. لو طلعنا فوق للcollocations، الحته اللي فيها الcollocations دي، بصوا هنا في suffix اهو، prefix فين؟ اهي. فين؟ بص اهي، bring صح؟ communities together، يوحد المجتمعات. يعني ايه يوحد المجتمعات؟ يعني يخلي المجتمعات كلها مع بعض. هي collocation ايه هو؟ bring together حاجة together يعني يخلي الحاجة دي مع بعض. خلاص؟ تمام. بصوا، show strength يظهر الايه؟ القوة. show ايه؟ respect يظهر الايه؟ الاحترام. احنا جبناهم منين؟ من الريدنج، صح؟ يبقى احنا قرايه ريدنج مهمه جدا. في بعض الحصص اصلا هناخد جرامر بس ونكتب بس او نعمل حاجه بس، ده كده الجزء اللي هيبقى معاكم. وفي جزء تاني هتلاقيني انا قاعده فيه على التاب، قاعده بقرا فيه الريدنج والكلمات وبعلمكم فيه الحاجات دي، بس هتبقوا واخدينها بقى ايه؟ اونلاين في البيت، لان الجزء ده دايما بيكون اونلاين. يلا later بعد كده the Romans الرومانيين enjoyed sports، استمتعوا بالسبورتس زي gladiator fight and chariot racing. although عارفين يعني ايه although؟ اللي وقع. هاتي بقى اشيل المايك اكمل لكم انا، وبعدين عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، عشان عايزين لسه ناخد الجرامر. اوكي يلا. although some of these، although معناها بالرغم من، although معناها بالرغم من، وبيجي بعدها subject و verb، بعدها فاعل وبعدين فعل. some of these were dangerous، بعض اللعب دي كانت dangerous، كانت خطيرة. they showed how important sport was in Roman culture. على الرغم من ان الالعاب دي كانت خطيره، هي ظهرت ان ازاي الرياضه كانت مهمه في ثقافه اليونان او الرومان، في ثقافه الناس الرومانيين زمان. تمام. culture يعني ايه؟ ثقافه. culture يعني ثقافه. نكمل. in the middle ages، في منتصف العصور، people in Europe، الناس في أوروبا practiced archery.
practiced archery. اهي archery عندكم رياضة الايه؟ الرماية archery. horse riding ركوب الخيل and fencing. These activities الرياضات دي these activities prepared جهزت النايتس الفرسان، لان احنا متعودنا ايه الفرق ما بين الشامبيونشيب والنايت؟ الشامبيونشيب ده بطل، ممكن يكون مصارعة ملاكمة، ده كده شامبيونشيب صح؟ انما النايت ده اللي هو ايه؟ بيركب الخيل وبيضرب بالسهم، اللي هي الافلام القديمة عارفينها، اللي هم الناس اللي بيحاربوا بالهورسز دول بالحصنة. for battles يعني المعارك. and they also became forms of competition وبقوا جزء من المنافسة. modern sports started to grow ابتدت ان هي تكبر في ال 19th century. century يعني قرن. يعني ايه قرن؟ يعني 100 سنة. football, tennis and cricket became popular in England. بقى popular يعني معروف مشهور. popular تعالي هنا يا أمير. in England تعالي هنا عشان تشوفي كويس. soon spread across the world وبعد كده ابتدى ينتشر. spread يعني ينتشر. ابتدى ينتشر حول العالم كله. The modern Olympic Games were restarted بدأت من ايه؟ من اول وجديد. اتعاد بدايتها يعني ابتدت من اول وجديد صح؟ تعالوا نشوف يعيد البدء عشان حطينا في الاول ايه؟ ري. اما نيجي نذاكر بقى بنذاكر كده، فانت بتذاكر الكلمه وبتذاكر لها حاجات تانية، فلما تيجي تلاقي واحده شبهها تروح ايه؟ كانك حفظتها كانك ذاكرتها. فين احنا وصلنا؟ restarted in 18 يعني كام؟ 18. بصي بقى التاريخ هنقسمه ازاي؟ اهو هنقسمه نصين. 18 18 دي 96 يعني كام؟ لا 96 96 يبقى 1896 ماشي. هنقسم التاريخ نصين اللي فيه ارقام ده، نص الاولاني نقوله على بعض والنص التاني نقوله على بعض. خلاص. in Athens and today they are global events يعني ده حدث عالمي، حدث موجود عالمي where athletes from many countries compete in peace. اللي athletes يعني ايه؟ الرياضيين، برافو عليكي. من many countries من ايه؟ من دول كتيرة compete بيتنافسوا in peace في سلام. sport is now practiced not only يعني ايه not only؟ مش بس for winning عشان نكسب but also عشان كمان for teamwork, fair play and health. يعني في ناس بتمارس الرياضة دي علشان تبقى fit، علشان to keep fit، عشان تبقى جسمها يخس، يبقى ده عشان الصحة for health. والرياضة الرياضة مفيدة للمنتال health. يعني ايه mental health؟ الصحة العقلية. والفيزيكال هيلث يعني ايه فيزيكال؟ الصحة البدنية صح كده؟ تمام. It continues to connect people هي مستمرة to connect people ان هي تجمع الناس. create friendships تعمل صداقات. مش احنا ساعات لما نروح الجيم نروح الرياضة، بتروح السباحة، بتروح كورة صح؟ بطلت ليه؟ كنتوا بتلعبوا سوا كلكم بطلتوا؟ ليه بطلتوا؟ ما تروحي مكان ما فيهوش ولاد. ما هو الفكرة في البطولات أو كده. ما ينفعش اصلا. ما تنزليش بطولات مش مهم. عشان كده بقى اعملي لهم كده بايدك، قولي لهم
مش نازله. كده كل فتره بعمل. شوحي لهم بايديكي كده. انا بطلت كرة يد وهي بطلت. كنت بتتدربي كره يد وسله؟ الله، سله ازاي؟ ايوه سله برضه. قدم. بطلتيها من ساعه ما لبستي الطرحه؟ انا كمان بطلتها من ساعه ما لبست الطرحه برضه. ايوه. It continues to connect people. هي بتستمر ان هي to connect people، تجمع الناس، create friendship، تعمل صداقات، and inspire يعني ايه؟ بتلهم new generations، الاجيال الجديده. تمام؟ دي كده اتكلمنا عن السبورت. انا هسأل سؤال، تعرفوا تكتبوا لي باراجراف دلوقتي عن السبورت؟ دلوقتي عايزين تروحوا؟ طبعا دلوقتي بص متأخرين. بصي دلوقتي احنا عندنا حاجة دلوقتي حالا. يا لو كنت طلبتيها المرة الجاية كنت نكتب الكلمات. طب ما هي الكلمات لو حطينا فاعل وفعل بقت جمل، الجمل بقت ايه؟ باراجراف. سهلة عادي. طب تعالوا اعلمكم كام حاجة. احنا الريدنج الباقي كله مش هياخد في ايدينا وقت اصلا، هو ده يعتبر التو ليسونز. الريدنج اللي جاي سهل. تعالوا معايا كده، بصوا معايا. عشان اكون جمله، تكوين جمله اهو، ايه الفورم بتاعها؟ ايه يعني عشان اكتب جمله اعمل ايه بالانجلش؟ لازم ابدا هنا في الاول subject يعني فاعل، خلاص. بعد السبجكت اجيب verb، ده اساسي عندي. تكوين جملة subject verb، تكوين جملة subject verb، تكوين جملة subject verb، يعني فاعل وفعل، ده أساسي. فلما تيجي تكتب، لو أنت ما بتعرفش تكتب خالص 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 خالص، لو ما بتعرفش تكتب، اعمل اللي أنا هقوله ده، اللي هو إيه؟ اللي هو حضرتك اكتب عربي الأول، اكتب عربي الأول، وبعد ما تكتب العربي ده ترجمه. بعد ما اكتب العربي اترجمه. طب لو انا بعرف اكتب، متعود، اكتب على طول. يعني ده مش احسن حاجه، بس ده احسن حاجه عشان اتعلم اكتب حلو الاول، وبعديها هروح كاتب كويس. فاهمين قصدي؟ يعني انا مش هبدا بالسلمه رقم 4 على طول، لا انا هبدا بالسلمه الاولى. طب انا اصلا في 4 ارجع الاولى؟ لا، اكمل. فهمتني؟ تمام. يعني مثلا انا عايزه اقول هنا، أنا عايزة أقول المايك معاكم ولا المايك حطيناه؟ ماشي. أنا عايزة مثلا أقول الرياضة تساعد الجسم. حد يعرف يترجم الجملة دي؟ قولي. sport help صح. طب الجملة دي مضارع ولا ماضي؟ مضارع صح، present. يعني الرياضة دي مفرد ولا جمع؟ اسم، يبقى هحط الهلب ايه؟ لا اس، يبقى الرياضة helps جسمنا. او هقول body. فيها مشكلة؟ صعبة؟ لا. اجي لواحدة تانية بقى رخمة سيكة. لا، سبورت من الكلمات اللي شايف ده، دي مش في اي حتة، مش فرح ابن العمر. تعالى كده اوريك، تعال اهي. تمام. طب الاسماء المعنوية اصلا ما بتاخدش ذا، الاسماء المعنوية والرياضات ما بتاخدش ذا. خلاص تعالى نكمل. هناخدها كاملة بالتفصيل. هناخدها امتى؟ ان شاء الله قريب ان شاء الله. طب تعالوا نكتب جملة تانية. الرياضة مهمة. يلا نترجم. sport important. يا سلام على القمر، يا سلام على القمر، سكر، مسكرين على الاخر.
تعالوا بقى معايا اعلمكم حاجه صغيره خالص. مش انا كتبت الاول الجمله عربي؟ لو كتبت الجمله عربي وما لقيتش هنا فعل، ما لقيتش فعل، هروح عامل سهم كده وكاتب قبل ما اكتب اي حاجه، قبل ما اكتب هكتب هنا am او is او are. ماشي؟ لو انا بكتب جمله بالعربي وبقول انا بكتب اي جمله بالعربي، بكتبها عربي الاول كده وما فيهاش فعل، ما فيهاش ايه؟ فعل، يبقى الفعل هو am و is و are. الفعل am و is و are. تمام؟ يبقى هنا الرياضه سبورت هتاخد am ولا is ولا are؟ لا is بس. يبقى ده هيقلل نسبه الخطأ ان احنا نكتب عربي الاول بعدين نترجمه انجلش ونمشي على الخطوات بالظبط، ولازم في كل جمله نكتبها نكتب فاعل وفعل. ده هيخلينا ايه؟ نبقى ثابتين والدنيا معانا مستقره جدا جدا على الاخر. في اي مشاكل صعبه؟ زي الفل. طب نكمل. تعالوا بقى ناخد الجرامر بتاع النهارده علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. مش عايزه تبقى اول حصه تبقى حصه رخمه، بس الموضوع مهم وجميل جدا جدا. عندكم دروس او عندكم اي حاجه؟ خلاص وقتكم. النهارده عندنا هنتكلم عن الهابت، هنتكلم عن العاده in the past، يعني الهابت في الماضي، العاده في الماضي. وعندي حاجه واحده بس ليها، ما عنديش حاجه ليها تاني. عندي كلمه اسمها الهابت in the past، يعني عندي كلمه هنا اسمها used to. خلاص؟ في الجملة أنا ببدأ، لو هنا ببدأ بجملة عادية مثبتة بروح جايبة subject هنا فاعل. ركزوا معايا بقى، بجيب subject فاعل وبعد السبجكت بجيب كلمة used to وبعدين بجيب بعدها الverb في الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر. يبقى used to والمصدر. تاني used to والمصدر. used to المصدر اعتاد على شيء في الماضي. used to المصدر اعتاد على شيء في الماضي. اعتاد على شيء في الماضي. ما تتكلموش تاني خالص. تمام؟ used to المصدر يعني اعتاد على شيء في الماضي. اعتاد على شيء. انا دلوقتي جيت قلت لكم انا كنت بلعب كوره وانا صغيره في الشارع، صح؟ عايزه اقولها بالانجلش، اقولها ازاي؟ هقول لكم I used to play football in the street when I was young. في الشارع لما كنت صغيره. ما هي used to لما جه قبلها الانفينيتيف هنا المصدر بقى معناها، بصي معناها ايه؟ اعتاد على شيء في الماضي. بصي كمان ايه؟ بصي وهو دلوقتي مش بيعمله. يعني يا ميس انا لو شفت كلمة used to بس افهم كل الكلام ده افهم ان دي كانت عادة عندي في الماضي وبطلتها ودلوقتي ما بعملهاش. يبقى used to والمصدر اعتاد على شيء في الماضي دلوقتي بيعمله ولا لا؟ لا. خلاص؟ لما اقول I used to play football انا كنت معتاد ان انا العب كوره، كنت معتاد ان انا العب كوره. دلوقتي بلعب ولا لا؟ لا. فهمتوها؟ فيها مشكله؟ يبقى used to المصدر اعتاد على شيء في الماضي. تاني used to المصدر اعتاد على شيء في الماضي. تاني used to المصدر اعتاد على شيء في الماضي. صعبه؟ تمام. امسكي نكمل. لما يجي اسال بقى في الكويستشن هسال بايه؟ عايزه اقول لك يا يوسف انت كنت متعود تلعب كذا وانت صغير، كنت متعود تعمل كذا وانت صغير. هسال بايه؟ بديد. هسال بايه؟ بس مع ديد هجيب هنا subject، صح؟ مش ديد بيجي بعدها subject. طب هختار used to ولا used to بس؟ used to بس. ليه؟ لان did بتيجي بعدها الانفينيتيف. did بيجي بعدها الايه؟ الفيرب في الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر. did بتشيل الدي. did بتشيل بتمشي الدي، تروح شيطاها كده. خلاص؟ يبقى هجيب use
to وبعدها الفعل فين؟ في المصدر. فاروح سألك مثلا did you use to play football؟ انت كنت متعود تلعب كورة؟ yes I did او no I don't. ماشي. او ممكن تقولي yes I used to. ايه رأيك؟ I used to play. خلاص؟ فيها مشكلة؟ تمام. طيب عايزة بقى أنفي، عايزة أقول لأ. أقول لأ إزاي؟ تعال أقولك. هتقولي I في النيجاتيف بقى هتروح جايب لي كلمة didn't ويجي بعدها الفيرب في الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر. طب هنا هيجي إيه؟ هيجي subject فاعل. أنا مش متعود إن أنا ألعب كورة، مش متعود، ما كنتش متعود إن أنا أعمل كده، يبقى I didn't use to play football when I was young. صعبة؟ فيها أي مشاكل؟ يبقى did بتشيل الدي تاني، did بتشيل الدي تاني، did بتشيل الدي، did فاعل والمصدر تاني، did فاعل والمصدر تاني، did فاعل والمصدر، didn't برضو تشيل الدي، didn't برضو يبقى كده هنا أصلا هجيب didn't use to والinfinite. خلاص؟ يبقى used to والمصدر اعتدى على شيء في الماضي. عايزه تاخدي البورد تصوريها؟ انا هعمل لكم حركه ان شاء الله بعد ما نخلص. اصبري. used to والمصدر اعتدى على شيء في الماضي. used to والمصدر اعتدى على شيء في الماضي. did بتشيل الدي تاني، did بتشيل الدي تاني، did بتشيل الدي، did فاعل والمصدر، didn't برضو بعدها مصدر، didn't برضو يبقى did فاعل used to و didn't used to. فيها مشاكل؟ سهلة؟ يلا نحل بس كده. جرامر ده والله تخيلوا. وهنا الريدنج عندنا ده وده سهلين جدا. ده بيتكلم عن محمد رشوان. حد عارف مين محمد رشوان؟ ده لاعب جودو وحاجات كده، وكان بينافس واحد البطل اللي كان قدامه، الرايفل اللي كان قدامه في الفاينل خالص. انت عارف القصة دي؟ كان عنده، سمعت عنها، كان عنده إصابة في رجله. فهو الولد ده عمل ايه؟ طبعا احنا هنا اي حد ليه خصم بيشوف ايه نقطة ضعف الخصم اللي قدامه ويزيه فيها، صح؟ عشان انتوا عارفين كده. يعني انا مخنوقة من فلانة، فانا بس بنتي دي ما بتحبش بقى صاحبتي استنى بس، صاحبتي اتخانقت معاها وهي ما بتحبش سارة، اروح انا بقى ازيك يا سارة، عاملة ايه حبيبتي، ايه الاخبار؟ ايه ده عرفت منين؟ عارفة حبيبتي والله العظيم. في فلان عنده نقطة ضعف معينة، اروح عامل لاعب على نقطة الضعف دي. واحنا بقى بلا اخلاقيات، نو اثكس، مفيش اخلاقيات خالص، مفيش. بص اعمل لها كده، مفيش. طب الراجل ده عمل ايه بقى؟ الراجل ده خد الميداليه الفضيه، السيلفر ميدال في الاخر، ما خدش الميداليه الذهبيه. ليه بقى؟ علشان هو ما لعبش على نقطه ضعف الراجل اللي قدامه. يعني ما جاش للرايفل بتاعه وراح ضربه مثلا في رجله وهو بيعمل، لا، هو لعب بنزاهه جدا جدا، فخد جوائز تانية كتيره. اهو we should have focused more. رشوان proved that. رشوان ده اثبت ايه؟ honesty and respect can make someone a true champion. يعني الامانه والريسبكت، الاحترام، هتخلي الانسان فعلا بطل، مش سارة even without gold. يعني ما حدش منكم سارة، انا عارفه انتوا فاكرين ان انا اتلخبطت في اسم حد فيكم؟ لا مش للدرجات دي كده تبقى بايظه خالص. تعالوا نحل يلا على الجرامر بتاعنا.
دي البريبوزيشنز، حروف الجر. بصوا كل ده شفناه فين؟ يعني compete in the 20th century, create friendships، صح؟ spread across the world, part of human life. كل ده شفناه فين؟ شفناه في الريدنج فوق. يلا بينا، ده كله هومورك، هيكون هومورك كده تخلصوا لي يونت 7 كله، تجيب لي كل الكلمات اللي فيه تحفظها. احنا بصينا على lessons 2 lessons اللي هم 1 و 2. حضرتك هتكمل لي lesson 3 و 4 الكلمات، تقراها تذاكرها تحفظها. هنكمل مع بعض ان شاء الله. ده كده الجرامر بتاع يونت 7 كله هنحل عليه، وبعدها ان شاء الله نكتب، وكده يبقى خلصنا حصه النهارده. اتمنى تكون يعني عشان اول حصه هتبقى، اتمنى تكون لطيفه. يعني الهابتس اهي، الفورميشن بتاعها، الكويستشن، يلا بينا نحل. يلا بينا، يلا تعالي انتي اللي قعدتي في النص يا سوسه، انتي تعالي هتحلي معايا. انتي حساها كده، حساها احساس، مش هتقوم لا بناتي ما خطها قلنا خطينهم من مكانك، من موقعك هذا. يلا I know how to play in the park when I was a child. use بس used بدي. شكرا شطورة، برافو عليك. يوسف my father didn't. use بدي، use بس من غير دي. سهل بسيط، عشان كده مش محتاج خالص. منهجكم جميل جدا جدا وسهل. محتاج مني بس كلمات، هو حصيلة الكلمات لازم اقويها كويس، لازم احفظ كلمات كويس. المره انا هسيب لكم سبيس في حوار الباراجراف ده، ان المره الجايه تقولي باراجراف مكتوب عن السبورتس. اتفقنا؟ باراجراف صغير عايزه 5-6 سطور. حضرتك هتكتب باراجراف برضو، وهتروح مصوره، بس تكتبه، ما تكتبوش بالكيبورد، لا انا عايزاك تكتبه ورقه عشان اشوف خطك واقول لك كل الكومنتس اللي انا محتاجاها، وتصوروا وتحطوا في الكومنتس عندك. حضراتكم ما عندكوش فرصه، هتصوروا وتحطوا في الكومنتس. طب عايزوا تبعتوا لي برايفت، ابعتوا لي على رقمي 010 120 745 72. ابعتوا لي في مسج على الواتساب. انت عليك تعمله دلوقتي، ماشي، مش مهم اللي انتوا عايزينه. ها يلا يا لولي، استني. ايمان، سقفولي، افتكرت اسم. يلا we used to Alexandria every summer. go عشان used to بعدها حبيبي. يلا احنا هنحل بس الاكسرسايز اللي هم ال7 دول، وبعدين انا اشوف في ريرايت. في ريرايت ما بحبهوش حبيبتي، دخلتي قلبي من جوه. مش انتي بس، ده انا عندي شحط كده، شحوطه كده في ثالثه ثانوي بيكرهوا الريرايت. ابوس ايديكوا، الريرايت سهل وربي والله العظيم. الريرايت انا نزلت له تحت اهو، انزل له تحت اكتر من كده ايه؟ نزلت له من اول ثالثه اعدادي. هو ده اللي انت ناقصه فيه في الامتحان؟ انسي بقى، انسي. اعلمك حركه صايعه للريرايت حلوه قوي، بس يلا حبيبي. هي نقط ريم صح؟ السلام عليكم. هي not use، خلي بالك not use to drink. يعني ايه not؟ نفي صح؟ يبقى هننفي used to، يبقى he didn't، وبعدها يا ولا مين اللي اتكلم؟ ايه جو؟ هي اللي بتتكلم. قولي used to. تمام انتوا تمام معايا ولا انت فين؟ انت يلا my brother، يلا حسونا. used to. ما فيهاش، ما هو يا محمود، حتى احمد مش قاعد معانا، هو محمود بس احنا هننزل للريرايت دلوقتي عشان ايه؟ عشان اعالجها نفسيا. انا هعالجك نفسيا النهارده، اعالجك عندي.
علاجك عندي. لا انسي ده انتوا قاعدين في حضني كده، في حضني محتوي. دي عملت لك سهل وعملت لك كده عشان تفلت، بس كلنا هنحل الغلط. سوسة من ساعة ما قعدت وانا قلت عليها سوسة، البت دي سوسة صح؟ صحابها اجمعوا وقالوا صح. يلا انتي. طيب السؤال ده they're not a park here, they're not be، بيقول لك use و be، حطي الاتنين مع بعض. حليتي؟ يلا هاي لولي. ها they're ايه؟ ها used to ايه؟ used to be. برافو عليكي. طب يعني ايه used to be؟ يعني كان في حاجة هنا يكون، كان متعود ان هنا يكون في حاجة موجودة، يعني كان في حاجة معتاد ان هي تكون موجودة. طب يلا where بيقول لك you used to visit ancient sites. ايه where دي؟ يعني عايز يسأل، يعني هسأل بايه بقى؟ بدid. did you used to visit. يلا بينا على الريرايت حبيب قلبك. ماتت يا عيني، ماتت يا عيني يا عيني. دي سهلة جدا. طب هقول لك هنحل الريرايت ازاي. بصي بقى الريرايت، انا لما باجي احل ببدأ بالكلمة اللي هناك اللي جوه الاقواس دي الاول. احنا دلوقتي متارجتين دماغنا، بنذاكر، احنا مذاكرين درس واحد صح؟ فهو احنا بنحل على ده بس. هو الريرايت ليه قاعدتين اساسيين عشان اعرف احله. رقم واحد ان انا لما اجي احل الريرايت احل على درس واحد سبيسيفيك معين، يعني درس واحد محدد، درس واحد الاول معين. خلاص. بعديها رقم 2 ايه؟ بعد ما احل على الدرس ده انا دلوقتي هنحل على ايه؟ على كذا درس ولا هو واحد نتعلم فيه الاول. طيب ببدأ بايه؟ ببدأ بالكلمة اللي جوه الاقواس الاول، هي دي اللي ابدأ اقراها الاول. ابدأ اقرا الكلمة اللي جوه الاقواس الاول، ولو انا مذاكر ليها حاجة اكتبها عندها. خلاص. يبقى نبدأ not، هنبدأ بنوت. not دي احنا ذاكرنا حاجة فيها نفي النهاردة غير used to؟ used to عشان انفيها هعملها ايه؟ اروح عامل انا قريت الجملة، انا ما قريتش الجملة خالص، انا رايح اكتب من غير ما اقرا الجملة اطلاقا خالص. تمام. يبقى didn't وبعدها use to وهيجي هنا الانفينيتيف صح كده؟ تمام. تعالوا نشوف بقى لما نروح للجملة هنشوف هو ما كانش بيعمل ايه، هو ما كانش معتاد على ايه. تمام؟ بالراحة بقى. يبقى he used to ride his bike to school. لا، هو كان استنوا بس، هو دلوقتي كان معتاد ان هو يركب عجلة للايه؟ انا عايزة اقول هو ما كانش متعود صح؟ ينفع اقول وانا بحل الريرايت انا بلتزم ان انا اعمل ايه؟ اعمل نفس المعنى. ينفع اقول ان هو ما كانش متعود ان هو يروح بالعجلة؟ لا. طب ما كانش متعود على ايه؟ انه يمشي صح؟ يبقى مثلا هروح اعملها ايه؟ he didn't use to walk to school. طبعا. بالراحة عشان انتوا بتحلوا الريرايت غلط. اسمعني بالراحة. دلوقتي انا بقول هنا هو كان متعود he used to ride a bike to school صح؟ كان متعود يركب عجلة للمدرسة، كان متعود. خلاص؟ يبقى انا عايزة الولد ده اتكلم عنه هو. ينفع اقول ان هو ما كانش متعود ان هو يركب عجلة؟
صح؟ ما ينفعش صح؟ طب انا هو ما كانش متعود ان هو يعمل ايه للمدرسه؟ يمشي صح؟ يبقى انا لازم اعمل نفس المعنى، فانا هغير ساعات الفعل. هغير ساعات الفعل. انتوا بقى كنتوا بتعملوا ايه؟ تروح شايل did وحاطط didn't used to ويلا بينا هوبا هوبا، جامد جدا، ريرايت ولا اروع. انت عارفه انا بحب مين؟ اللي عنده مشاكل وبيقول لي عليها. مشاكل شخصيه خليها على جنب. انا عايزه مشاكل دراسيه الاول، بعدين نبقى ندخل على الشخصيه بعد الدراسيه. اكتر ماده بتحبيها؟ خدي قلبي انا مش عايزاه خلاص. قلوب. بحبك. هي خلاص طبلت لي وانا طبلت لها، وانا اصلا لسه اول حصه وانا فهمتوا؟ طيب بنحل الريرايت ازاي؟ بنبدا بالكلمه اللي ايه؟ اللي جوه الاقواس الاول. طيب هو هنا بيقول لي where صح؟ يبقى ده ايه؟ question، سؤال صح؟ يبقى انا عامل كده، هروح عارف ان انا عامل where وبعديها did وبعديها فاعل وبعدين use to وبعدين الفيرب في الانفينيتيف في المصدر. انا عارف ان انا رايح اعمل كده. بيقول لك she used to live in Luxor. يبقى انا هسأل سؤال، هي كانت معتادة ان هي تعيش فين صح؟ يبقى where did she used to live؟ لا، ما هو الإجابة in Luxor. used to live بس. عايز تكمل when she was young كملها، مش عايزة لا. فهمت حاجة؟ السؤال اللي بعده، هو دي ايه دي؟ did صح؟ يبقى هخلي الجملة ايه؟ سؤال، يبقى did فاعل والايه؟ والمصدر. تعال نشوف. no he didn't use to travel alone. يبقى فين الفعل اللي انا بسأله عنه؟ صح؟ travel alone. يبقى إيه؟ هعملها ايه؟ did you ولا he؟ ثواني وريني. did he use to travel alone؟ راح قال لك لا، هو مش متعود ان هو يسافر لوحده. اخر سؤال used، هي used بيجي بعدها ايه؟ to والانفينيتيف المصدر. رشوان trained hard when he was a player. ها؟ رشوان used to train hard when he was a player. سهل سهل الريرايت. بنتي يا ايمو سهل. فهمتي ازاي؟ بالراحه واحده واحده هتلاقي الدنيا سلكت وبقت كويسه. تمام؟ الباقي هوم ورك. تمام؟ الباقي ده هوم ورك. جرامر اند بوينتس. بعدها هنا هتدخلوا على الاكسرسايز. كل الاكسرسايز اللي على ليسون 1 و 2 ناخدها هوم ورك. انا كنت عايزه اخد 3 و 4 كمان. بصي اثليتكس اهي، الالعاب القوى. بصي اثليتس رياضيين. على فكره الكلمات هي نيشن دوله، continents قارات، spirit روح، united excellence، represent يمثل، represent يعني يمثل حد قدام حد. سهله الكلمات سهله. طب انا احفظ الكلمات ازاي؟ بالورقه والقلم. كم مره؟ الكلمه اكتبها مرتين 3 بس. تعالي يا حبيبي، الكلمه الواحده اكتبها مرتين 3 4 بالكتير واقرا الريدنج. يبقى احنا مطلوب مننا دلوقتي عشان نفنش يونت 7 الكلمات دي كلها عندكم حوالي مثلا ما تكملش 60 كلمه. يبقى انا هقسم كل يوم كام كلمه؟ كل يوم كام كلمه؟ 10 كلمات. كل يوم 10 كلمات، واخلص ليسون واقرا الريدنج بتاعه واقعد اعمل ماركر وهايلايت على الحاجات اللي انا حفظتها واللي انا ذاكرتها من الكتاب نفسه، من اليونت نفسه. كده يبقى احنا خلصنا ايه؟ خلصنا 7. الجرامر بتاعه سهل،
الاسبوع اللي جاي او قبل الاسبوع اللي جاي انا عايزه اشوف لك باراجراف مكتوب عن السبورت، حضرتك تكتب وتصوره وتحطه لي في الكومنتس او تبعته لي برايفت، حضراتكم تكتبوا واشوفه مكتوب الاسبوع اللي جاي، وهوري لكم وانا بصححه معاهم ليهم علشان تعرفوا انا من غير ما اجيبكم انا بس اللي هاجي وهعمل وهقول علشان اعلمكم ازاي تكتبوا باراجراف. ان شاء الله النهارده يبقى ازاي نحل الكومبليت وازاي نكتب باراجراف، الاتنين يبقى مشينا ايدينا مشيت فيهم شويه. خلاص كده تمام، حلو قوي. اشوفكم بالف خير ان شاء الله باذنك انت يا رب الاسبوع اللي جاي، وخلي بالك ان شاء الله باذنك انت يا رب كل حاجه هنحلها مع بعض خطوه خطوه وبالراحه وبالهداوه. ما تنساش ان هدفنا جنه ان شاء الله، ربنا يجمعنا في الجنه كلنا على خير، وكل سنه وانتم طيبين وبالف خير والسلام. يلا حبايب قلبي هكروني حالا دلوقتي، اتفضل خد البوردة دي عندك، هتبقى عندك في خلال سكان لده تبقى البورد بتاعتي عندك. يلا بينا.